السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم البنات جيتكم بواحد لاصوص البنات رائع رائع ومعتبر. شوفوا معايا كيفاش داير، ما شاء الله وتبارك الله والصلاه على النبي. سبق لي البنات وقلت لكم جمعوا القشور ديال المطيشه باش نشارك معكم واحد لاصوص اللي هو رائع وممتاز. شوفوا معايا، شاكر راسو قبل ما تشكروها البنات، هو شكر راسو. وما تنسونيش البنات من لايكاتكم، وما تنسونيش من تشجيعاتكم، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. شوفوا معايا البنات، ما شاء الله وتبارك الله. اللي جمعات القشور ديال المطيشه، تجيب هذوك القشور دابا وتبعني الكوزينه. وإلا ما جمعتيهمش اخيتي هذوك القشور ديال المطيشه، من اليوم تشوفي هاد لاصوص غادي تبقاي تجمعي القشور ديال المطيشه. نبداو على بركه الله، بسم الله. شوفوا معايا، انا عندي القشور ديال المطيشه. فين ما كنقي المطيشه ديالي كنجمع هذوك القشور في المجمد. واخا تنقي غير مطيشه وحده جمعيها، ما تضيعي حتى شي قشره. بزاف ديال السيدات اللي كيرميو هاد القشور ولكن ما عارفينش القيمه ديال هاد القشور اللي كترميو. من اليوم اللي شافت هاد الفيديو ديال هاد لاصوص غادي تبقى دائما تجمع هاد القشور ديال المطيشه. فين ما نبغي نديرو شي مطيشه بحال ما هكايا نطيبو بها العشاء ديالنا، ولا نبغيو نستعملو بها شي حاجه، كنقيوها بحال ما هكايا وكنجمعوا هذوك القشور بحال ما هكايا، مطيشه على مطيشه، حتى كنجمعوا بزاف ديال القشور ما شاء الله. شوفوا معايا، انا البنات ما كنعكسش، ضروري كنجمع هاد القشور ديال المطيشه اللي غادي نشارك معكم اليوم. وواحد لاصوص رائع، ونبغي هاد لاصوص اللي حطيت لكم البنات نبغي تدعموني فيها البنات، وتبارطاجيو مع العائله ديالكم وتبارطاجيو مع صحابكم باش تعم الفائده البنات على الجميع. تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تنقلوا المقادير مضبوطه. كنجيب لكم البنات دائما الحوايج ساهلين واقتصاديين. كما كتعرفوا البنات المطيشه غاليه، علاش غادي نبقاو نضيعوا البنات هاد القشور ونرميوهم في الصليح وهما كيخلقوا لينا واحد لاصوص رائع وزوين ما شاء الله. نديروا البنات هاد القشور تاع المطيشه في واحد الطنجره بحال ما هكايا، نزيدوا عليهم ربع كاس ديال الماء ونديوهم البنات فوق البوطه على عافيه تكون مهيله. نخليوهم يديروا واحد نص طيبه البنات. شوفوا معايا بحال ما هكايا، ما نخليوش هذوك القشور ينشفوا لينا من الماء، ضروري نخليو فيهم شويه تاع الماء، ما نخليوهمش ينشفوا لينا من الماء. ها نتوما يا البنات، وغادي نزيد معاهم واحد النص ديال الباربه. هذا هو السر ديال هاد القشور ديال المطيشه، هو هاد الباربه هادي. شوفوا معايا، نخليو الماء بحال ما هكايا. الباربه ما نديروهاش في الاول مع القشور، نخليوها يديروا دوك القشور غير نص طيبه وعاد نديروا هذيك الباربه البنات. كنخلي هذيك الباربه طيب غير واحد شويه. شوفوا معايا، هي طلقات هذاك الماء ديالها. الا طيبناها بزاف البنات ما غاديش تطلق لينا ديك الحموريه، تنطيبوها غير واحد شويه. الباربه راه دغيا كطيب حتى هي. كانت عندي في المجمد كنسلقها واحد شويه ونديرها في المجمد. فين ما كنبغيها كنجبدها. ضروري ما نخليوش هذاك داك لاصوص، هذاك القشور نتاع المطيشه عفوا، ما نخليوهاش حتى تشرب لينا داك الماء. نخليو هذاك الماء باش نطحنوا فيه، حيت ما غنزيدوا لا ما لا حتى شي حاجه. كنجيبوا الروبو ديالنا بحال هكايا ونطحنوا هذيك المطيشه مزيان. من بعد كنجيبوا واحد الاناء ونجيبوا الصفايه اللي غادي نصفيو فيها هاد المطيشه ديالنا باش نحيدوا دوك القشور، ما نخليوش هذوك القشور يبقاو لينا هكذا في المطيشه. شوفوا معايا لاصوص كيفاش كيجي، ما شاء الله وتبارك الله. البنات سمحوا لي واخا كنهضر بالزربه، راكم عارفين البنات ما خصنيش نطول عليكم الفيديو. شوفوا معايا لاصوص ما شاء الله البنات. والله يا البنات اللي ما جربتش هاد لاصوص ما جربت حتى شي حاجه. البنات ضروري تجربوا هاد لاصوص وردوا عليا في الكومونتيرات. اللي عجبو لاصوص ديالي يرد عليا في الكومونتيرات يقول لي كيفاش جاه. كنزيدوا واحد شويه ديال الزعتر البنات، ونزيدوا واحد شويه واحد الرشه ديال الابزار، ونزيدوا واحد الرشه ديال الملحه ما نكتروش. نزيدوا واحد الضامه ديال الغنمي او ديال الدجاج اللي عندكم في الدار. نزيدوا الضامه ديال الغنمي ولا ديال الدجاج، ما نديروش تاع البقري كتعطينا واحد الزفوريه، ما نديروهاش. سبق لي وجربته بكنور تاع البقري وما جانيش زوين
صافي كنخلطوه البنات هذاك لاصوص بحال ما هكايا، نديوه فوق البوطه على عافيتكم مهيله باش يطيب لينا داك الزعتر واحد شويه نشحروه مزيان. ها هو طاب لينا البنات، غادي نخليوه تيبرد مزيان ونكبوه بحال ما هكايا في شي قريعه ديال الزاج او في شي قريعه ديال بلاستيك تكون معقمه مزيان. شوفوا معايا كيفاش كيجي ما شاء الله البنات، وما نقول لكمش الرائحه كيفاش كيجي. يا سلام على رائحه في هاد لاصوص البنات. وهاد لاصوص البنات كنديروا به بيتزا وكنديروا به سباغيتي، كنديروا به بزاف ديال الحوايج. ملي كنديروه بحال ما هكا البنات في القرعه صافي كنكبوا عليه الزيت بحال ما هكايا، زيت النباتيه، كنحاولوا نغطيوه بالزيت باش ما يخسر ليناش، يجلس لينا البنات حتى 3 شهور حتى 4 شهور بحال ما هكايا. ولكن ضروري نغطيوه بهذيك الزيت باش ما يخسر ليناش البنات. اولا نديروه في شي قراعي ديال البلاستيك ونديروه في المجمد، فين ما نبغيو شويه كنجبدوه، كنحكموا القرعه ديالنا بحال ما هكا ونخشيوها في الفريجيدان. شوفوا معايا ما شاء الله على هاد لاصوص، نديرو به بيتزا، نصوبوا به الشهيوات ديالنا، اي حاجه بغينا نديروها بلاصوص كنديروها بهاد لاصوص هذا، وفيه واحد البنه يا سلام. نديرو به بيتزا ديالنا بحال ما هكايا. ملي كيبغيو لينا الولاد لي باط حتى هي كنطيبوا لي باط ديالنا ومن بعد كنديروا لها هاد لاصوص، فيه واحد البنه يا البنات. هاد لاصوص رائعه وزوينه. صافي كنجيبوها البنات بحال ما هكايا لاصوص ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي الدهن ديال البيتزا ما شاء الله البنات. هادو غير بيتزا البنات بالخبز، وغادي نحطها لكم حتى هي البنات. هاد البيتزا ديال الخبز حتى هي غادي نحطها لكم. كلشي كنحطوا لكم البنات ساهل واقتصادي، حيت دابا البنات حنا العيالات ولينا معكازات ما بقى فينا ما يشقى. كنجيب لكم غير الحوايج ساهلين البنات اللي ما تضربوا لا تماره ولا مجهود. شوفوا لاصوص ديالنا كيفاش كيجي في بيتزا ما شاء الله وتبارك الله البنات. هذه غير بيتزا بالخبز، المره الجايه نشارك معكم بيتزا على حقها وطريقها. شوفوا معايا البنات ما شاء الله على لاصوص ديالنا كيفاش كيجينا في بيتزا وكيفاش كيجينا الا درناه في سباغيتي. صافي البنات كنخليوه بحال ما هكايا. شوفوا معايا نحكموه ونديروه في الفريجيدان. واللي عجبو هذا الفيديو ديال اليوم بارطاجيه مع الاهل والاصدقاء، وما تنسونيش من لايكاتكم.